أهلا بيكم في تحليل جديد. النهاردة هنكمل اللي بدأناه وندخل في قلب شابتر 5 من كتاب Hands on Generative AI. هنتكلم بالتفصيل عن الاركتكتشر اللي بتشغل واحد من أشهر المودلز Stable Diffusion. طيب خطتنا إيه النهاردة؟ هنبدأ من أول مشكلة واجهت المهندسين، التحكم. بعدين هنشوف الحل العبقري لمشكلة الكفاءة وهو الليتنج سبيس. ومن هنا هنشرح الاركيتكتشر الكاملة لستيبل ديفيوجن ونفهم إزاي بنوجهه بالجايدنس، وفي الآخر هنبص على ثورة المصادر المفتوحة اللي خلت كل ده ممكن. هي فعلا رحلة هندسية من مجرد نويز عشوائي لفن نقدر نتحكم فيه بدقة. تمام، خلينا نبدأ بأول نقطة. لو فاكرين من شابتر 4 إحنا وقفنا عند موديل بيقدر يولد صور، بس المشكلة إنها كانت صور عشوائية تماما، يعني مفيش أي طريقة نتحكم بيها في اللي بيطلع. ومن هنا جه أول سؤال هندسي كبير لازم نجاوب عليه. إزاي نقدر نوجه عملية التوليد دي عشان نخليها تطلع حاجة معينة إحنا عايزينها بدل ما تكون مجرد نتيجة عشوائية؟ الإجابة كلها بتتلخص في مفهوم واحد أساسي اسمه الكانديشنينج. يعني بدل ما الموديل بيتعلم احتمالات توزيع الصور بشكل عام اللي هي رياضيا P of X، لا، احنا بنغير اللعبة خالص، بنخليه يتعلم الاحتمالية المشروطة أو ال conditional probability اللي هي P of X given C. ال C دي هي الشرط بتاعنا، كأننا بنسأل الموديل سؤال محدد أكتر، مش إيه هو شكل الصور وخلاص، لا، إيه هو شكل الصور بشرط إنها تكون من الكلاس الفلاني زي الكلاس ليبل مثلا. والنقطة العبقرية هنا إن المهمة الأساسية للموديل مش بتتغير خالص. بصوا على المقارنة دي، في الحالتين الانكونديشنال والكونديشنال المدخلات الأساسية هي صورة فيها نويز ومعاها التايم ستامب. الفرق الوحيد في الكونديشنال إننا زودنا معلومة ثالثة، الكلاس ليبل، ورغم الإضافة دي اللوس فانكشن ما اتغيرتش، لسه زي ما هي مين سكويرد ايرور على النويز اللي الموديل بيتوقعه. كل اللي عملناه إننا يدينا للموديل معلومة زيادة زي كلو كده عشان تساعده في عملية الدي نويزنج. طب المعلومة دي بتدخل لليونت إزاي؟ عملياً بنحول الكلاس ليبل ده لإمبادنج، بالظبط زي ما شفنا في شابتر 3. بناخد الليبل اللي هو مجرد رقم ونحوله لدانس فيكتور مليان معلومات، والإمبادنج ده مش بنضيفه في الأول وخلاص، لا، ده بيتحقن جوه الريزيدوال بلوكس على طول مسار اليونت. وده معناه إن في كل خطوة من خطوات الدينويزنج الموديل بيفضل فاكر هو بيحاول يوصل لإيه بالظبط، وده بيوجهه باستمرار. تمام، كده حلينا أول مشكلة، بقى عندنا تحكم. بس حل المشكلة دي فتح الباب على مشكلة ثانية أضخم بكتير، الكفاءة الحسابية أو الكمبيوتيشنال efficiency. الديفيوجن مودلز اللي بتشتغل على البيكسلز مباشرة في البيكسل سبيس تكلفتها الحسابية مرعبة. المشكلة الأساسية بتيجي من طبقات السيلف اتنشن اللي جوه يونت. الكومبلكسيتي بتاعتها تربيعية، يعني O of n squared، حيث n هو عدد الانبوت توكنز اللي في حالتنا هو عدد البيكسلز. الزيادة التربيعية دي بتكون قاتلة مع الصور عالية الدقة. تعالوا نشوف الموضوع ده بالأرقام. لما بنضاعف أبعاد الصورة من 64x64 ل 128x128 عدد البيكسلز بيزيد 4 أضعاف، لكن بسبب القدرات الكومبلكسيتي العمليات الحسابية بتزيد 16 ضعف. الانفجار الحسابي ده بيخلي توليد صور هاي ريزولوشن في البيكسل سبيس مباشرة شبه مستحيل. الحل المشكلة دي كان أبقال. الحل هو الليتنت ديفيوجن. الفكرة بسيطة جدا، بدل ما نعمل الديفيوجن بروسيس المكلفة دي على البيكسلز نعملها على تمثيل مضغوط وأصغر بكتير للصورة، وده بيتم على 3 خطوات. أولاً بنستخدم VAE مدرب مسبقاً زي اللي شفناه في شابتر 3 عشان نضغط الصورة في latent space صغير جداً. ثانياً عملية الديفيوجن والدي نويزن كلها بتحصل في الليتنت سبيس ده. وأخيراً لما نخلص بنستخدم الديكودر بتاع ال VEE عشان نرجع الليتنت النهائي لصورة كاملة وعالية الدقة. خلينا نشوف حجم التوفير ده. صورة 512 في 512 يعني 3 شانل فيها أكتر من 786 ألف قيمة. ال VAE بتاع Stable Diffusion بيضغط كل ده للليتن سبيس أبعاده 4 في 64 في 64، يعني حوالي 16,000 قيمة بس. ده ريدكشن فاكتور حوالي 48 مرة. النقطة الحاسمة هنا هي إن الابتكار ده خلى توليد الصور عالية الدقة ممكن، عن طريق إنه بيقلل الحمل الحسابي على اليونت بشكل ضخم جدا. كويس جدا. دلوقتي يلا ننتقل للاركيتكتشر الكاملة ونشوف إزاي الابتكارين العبقريين دول الكونديشنينج والليتنت ديفيوجن بيتجمعوا في المكونات الأساسية الثلاثة اللي بتشكل ستيبل ديفيوجن. أي موديل ستيبل ديفيوجن بيتكون من 3 أجزاء رئيسية. الأول هو التكست انكودر، وده في الغالب بيكون كليب ترانسفورمر، وظيفته يحول الكلام اللي بنكتبه لإمبيدنجز. التاني هو ال VAE اللي لسه متكلمين عنه، وظيفته يضغط الصور للليتن سبيس ويرجعها تاني. والتالت وهو قلب العملية كلها، اليونت اللي بيعمل دي نويزنج للإيمج ليتنس دي، بس المرة دي بيكون كونديشند على التكست امبيدنجز اللي جاية من الانكودر. طيب خلينا نتبع تدفق البيانات. لما بنكتب برومبت
أول حاجة بيعدي على توكنايزر، وبعدين بيدخل ليه التكست انكودر اللي بيطلع منه بيكون تنسر. الشيب بتاعه مهمة جدا نفهمه، 1.77.768. الواحد هو الباتش سايز، يعني برومت واحد. ال77 هو أقصى عدد من التوكنز بيقبلوا كليب تكست انكودر، وال768 هو الدايمنشن بتاع الامبيدنج لكل توكن لوحده. يعني مش بناخد امبيدنج واحد للبرومت كله، لا، بناخد امبيدنج لكل توكن. البير توكن امبيدنجز دي بتدخل بعد كده لليونت عن طريق طبقات اسمها كروس اتنشن، وهنا بيحصل السحر. في المعادلة دي الكويري أو كيو بيجي من الايمج ليتنز اللي جوه اليونت، بينما الكي أو كي والفاليو أو في بيجوا من التكست امبيدنجز، وده بيسمح لكل بيكسل أو بالأصح كل جزء في الليتن سبيس إنه يعمل اتند أو يركز على الكلمات الأكثر صلة في البرومبت وهو بيعمل دينويزنج، وده أقوى بكتير من مجرد عمل كونكاتينيشن للمعلومات. حتى مع الكروس التنشن الموديل أحيانا بيميل إنه يتجاهل البرومبت شوية ويولد حاجة سهلة عليه. هنا بتيجي تقنية الكلاسيفاير فري جايدنس أو CFG، وهي اللي بتدينا المقبض اللي بنعلي ونوطي منه مدى التزام الموديل بالبرومبت بتاعنا. الفكرة بتاعتها ذكية جدا. في كل خطوة من خطوات الدينويزنج بنخلي الموديل يتوقع النويز مرتين، مرة وهو شايف البرومبت ده النويز unconditioned، ومرة تانية من غير برومبت خالص يعني unconditional، وده النويز unconditioned. المعادلة دي بتعمل إيه؟ بتاخد التوقع الانكونديشنال وتدفعه في اتجاه التوقع التكست كونديشند. السكيل هو اللي بيتحكم في قوة الدفعة دي، هو ببساطة تحريك هندسي للفيكتور في البريدكشن سبيس. الجايدنس سكيل ده هايبر بارامتر مهم جدا. لما بيكون واطي الموديل بيبقى عنده حرية إبداعية أكبر، لكن ممكن يطلع صور مش مرتبطة قوي بالبرومبت. ولما بنعليه الموديل بيلتزم بالبرومبت بدقة شديدة، لكن لو عليناه زيادة عن اللزوم جودة الصورة بتقل وممكن يحصل اوفر ساتوريشن في الألوان أو تظهر ارتيفاكتس غريبة. كل الآليات الهندسية المعقدة دي قدرت توصل للنور وتنتشر بالسرعة دي لسبب واحد أساسي. الثورة دي كلها اتبنت على أساس من المودلز المفتوحة، والأهم من كده البيانات المفتوحة. موديلات زي ستيبل ديفيوجن ما كانتش هتظهر بالشكل ده من غير وجود داتا سيت ضخمة اسمها لايون 5B. دي مجموعة بيانات فيها أكتر من 5 مليار زوج من الصور والنصوص اللي اتجمعت من الإنترنت. حجمها ده هو اللي سمح بتدريب موديلات قوية كانت في السابق حكر على معامل أبحاث الشركات الكبيرة بس. لكن طبعاً تجميع البيانات من الإنترنت بالحجم ده ليه تحديات ضخمة. الداتا سيت دي كان فيها تحيزات مجتمعية، مواد محمية بحقوق نشر، معلومات خاصة، وحتى محتوى غير قانوني. المشاكل دي في النهاية أدت لإلغاء تفعيل الداتا سيت دي بشكل عام. وده بيوصلنا لنهاية هذا التحليل وبيسيبنا مع سؤال جوهري ومفتوح. بعد إيقاف لايون، إيه هو مستقبل البيانات المفتوحة اللي بيعتمد عليها البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وإزاي نقدر نوازن بين الابتكار السريع وبين الأمان والأخلاقيات؟